كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بهي السلسله راح احكي لكم عن امتحان البي ايس وعن تجربتي بالتفصيل. الامتحان مكون من 4 اقسام: هيرن، ليزن، شرايبن، شبريشن. السؤال هو او اللي راح نحكي عنه هو كيف راح يكون الاسئله وكيف راح نحل وكيف راح نتمرن على هذا الموضوع. بهذا الفيديو راح ناخذ قسم هيرن. طبعا كل هذا الحكي مساعده الطلاب. والاستاذ حموده معنا على الخط. الو استاذ. ايه استاذ، معك تفضل. اول شيء بدنا نعرف الوقت، ايش قد معك وقت بكل قسم بهذا الامتحان؟ ممكن تشرح لنا استاذ؟ اول شيء واللي راح نحكي عنه بهذا الفيديو هو الهيرن، يعني السمع. بهذا القسم عندك 20 سؤال لازم تجاوب عليهم خلال 25 دقيقة. راح يشغلوا لك صوت، احتمال بث مباشر، احتمال راديو، احتمال محطة قطار في صوت عم بيقول لك توقيت القطارات، ممكن نقاش بين شخصين. لازم تسمع الصوت وتركز وتحلل النقاش. لازم تركز كثير لانه اول شيء بيوهموك بشيء بالجواب، جواب غلط، بعدها كلمة واحدة بينفي كل ما فات، فالجواب يتغير. لازم تركزوا بالصوت، واهم شيء لازم تعرفوا انه الصوت ما بيتكرر غير مرة واحدة. فمشان تحسبوا حسابكم فرغوا مخكم، ركزوا بالصوت، هي مرة واحدة ما راح تنعاد. هيك بتكون ورقة الامتحان معك 25 دقيقة، وهون تايل اينز بتجاوب على هدول 4 أسئلة وبتكمل طبيعي. ومثل ما شايفين بالبداية حاطين مثال. بنكمل هون تايل 2 بتجاوب كمان على هدول الأسئلة، وبتكمل تايل 3 مثل ما حكينا في عنا 20 سؤال. تايل فيها هون هذا آخر القسم، بتخلص هون كمان بتجاوب على الأسئلة. بعد هيك لازم تستنى إذا لسه معك وقت، يعني إذا أنت خلصت قبل 25 دقيقة ما بيصير تفوت على قسم الليزن. لازم تستنى لحتى الكل يخلص أو الأستاذ يعطيكم الإشارة إنه فيكم تبلشوا بقسم ليزن، لأنه كل قسم مثل ما حكينا له وقت محدد، فقسم ليزن رح يكون وقته غير. وهي ورقة الأجوبة. هيرن. السؤال الأول مثلا، السؤال الأول فرضا السؤال الأول فرضا هو الصح. تجي لهون تختار وهيك كل سؤال بتجاوب عليه هون. هي أهم ورقة، هي الورقة اللي بتلزمك. هي الورقة لازم تكتب عليها الأجوبة تبعيتك وتعطيها للأستاذ، وهدول بيضلوا معك، هدول مو مهمين، يعني أهم شيء هي. وأكيد ما بتنسى تكتب هون التاريخ واسمك. فرضا هذا السؤال الأول، جاهزين يا شباب؟ أوكي، رح شغل الصوت، اسمعوا معنا وحاولوا تحلوا السؤال. Guten Tag, Frau Berober. Hier ist Paul Knie von der Firma Knecht. Wir haben Ihr Schreiben bekommen und möchten Sie zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Es wäre gut, wenn Sie Donnerstag, den 12.03. um 11 Uhr zu uns kommen könnten. أستاذ ممكن ترجع تشغل الصوت؟ ما سمعت. الصوت بيشتغل لمرة واحدة بس. مثل ما سمعتوا الجواب الصحيح هو رقم أو حرف تمام. هلا على ورقة الأجوبة رح يكون عندكم مربعات هيك، أنت رح تختار المربع الصح. تمام. فرضا أنت غلطت واخترت مثلا حرف بي، حطيت اكس. الطريقة الصحيحة هي تحط اكس، مو صح، هذا غلط ما بينحسب، لازم تحط اكس. فرضا بعدين استوعبت انه هذا كان الجواب الغلط، فبتعبي المربع هيك يبين انه هذا مو هو الجواب تبعك، وبتحط على المربع الثاني اكس. هي الطريقة الصحيحة لحتى تجاوب فيها على الأسئلة. وهلا رح نسمع بعض النصائح من الأستاذ حمودة. أستاذ، شو بتنصح الناس اللي عندهم امتحان قريبا؟ نصيحتي هي حاولوا ما تتوتروا، فوتوا على الامتحان وفرغوا مخكم من كل شيء، بس اشتغل الصوت، ركز على الصوت وبس. يعني لو تشتت تفكيرك لثانية واحدة رح يروح السؤال عليك. فرغوا مخكم قبل ما تفوتوا على الامتحان على الصف. لازم تجهزوا حالكم نفسيا، اشربوا مي منيح، روحوا على الحمام، ضبطوا اموركم، خليكم مرتاحين. خذوا نفس عميق، فوتوا على الامتحان وبلا توتر. حاولوا تشدوا اعصابكم، في ناس بتتوتر كثير وبتصير ترجف حتى. شدوا اعصابكم، توكلوا على الله وفوتوا على الامتحان. شكرا استاذ على نصائحك الثمينة. والسؤال هلا، كيف ممكن الواحد يتمرن على قسم هيرن؟ افضل طريقة لحتى تتمرن على هذا القسم من الامتحان، قسم الهيرن، فوت على اليوتيوب اكتب بي ايس هيرن، رح يطلع لك كثير نماذج، قنوات عربية وقنوات ألمانية كمان. شغل هالنماذج قد ما فيك، خذ هالنماذج وكتر. احتمال حتى يجيك واحد من هدول النماذج بالامتحان يكون نفسه أو شيء شبيه له كمان. فأنت اسمع كثير هدول النماذج، وكمان اكتب، مو بس تسمع، لازم تكتب لحتى تتعود على هذا الشيء وتحل صح.
رح يكون عندك اخطاء عادي جدا، بالعكس هذا الشيء رح يفيدك، رح تصير تستوعب لعم انا كيف اوكي خدعني هذا السؤال، في لقطه خدعوك فيها انت فكرتها هيك بس باخر كلمه بيحكي شيء ثاني غير المعنى كله. فكثروا من هدول النماذج. واكيد ما ننسى اهم الشغلات اللي بتطور اللغه هي الافلام. قد ما فينك تتابع افلام كمان باللغه الالمانيه، دبر حالك، فوت على اليوتيوب على جوجل ابحاث فيلم باللغه الالمانيه حتى اذا ما عم تفهم عليه. مو شرط اذا عندك امتحان تعمل هذا الشيء، حتى لو ما عندك امتحان لحتى تطور لغتك تابع افلام باللغه الالمانيه. واذا عندك برنامج نتفليكس فيه ميزه اسطوريه. الميزه هي فينك تحدد الصوت بأي لغه يكون، والكتابه اللي تحت الفيديو بأي لغه يكون، الترجمه يعني. فاختار الصوت باللغه الالمانيه والترجمه اللي تحتها باللغه العربيه. فانت رح تصير تسمع كثير ورح تلقط كلمات جديده حتى، فرح تتعود على السمع ورح تصير تستوعب الحكي تبعهم اكثر، لانه الالمان بيحكوا كثير يعني بشكل عام، مو كثير بسرعه يعني. فرح تتعود على هذا الشيء كثير، والافلام بشكل عام هي اهم الشغلات اللي بتطور اللغه. حلو، بتشكرك كثير على هي المعلومات. كمان لو فينك تحكي لنا عن كم تطبيق ممكن الناس تستفيد منها عن بحث عن معلومه او تعلم اللغه الالمانيه بشكل عام، شو في تطبيقات ممكن تساعد الناس؟ نعم استاذ. استاذ عم اقول هو في تطبيقات كثير مفيده وانا شخصيا استخدمتهم. واحد من هدول التطبيقات هو دياديداس. هذا التطبيق المغزى منه رح يعلمك آلة تعريف لكل كلمه. اللي ما بيعرف شو بقصد، عندنا باللغه العربيه في آلة تعريف وحده ما في غيرها لكل شيء، الطاوله، الكرسي، البراد، اللي هو. فباللغه الالمانيه مو هيك، باللغه الالمانيه عندنا 3 آلة تعريف، يعني دياديداس مذكر، محايد، مؤنث، وما في قاعدة تمشي عليها لحتى تعرف هالشي مذكر ولا مؤنث ولا شو أصله. فهون الصعوبة لازم تحفظ كل شيء أول بأول. ما رح تتنبأ هذا الشيء شو التعريف تبعه. فمحتاج هذا البرنامج، إذا في كلمة ما عرفت شو التعريف تبعها بتفوت على هذا البرنامج تكتب الكلمة وراح يطالع لك شو هو التعريف تبعه. فهذا البرنامج كثير راح يفيدكم. ما راح يفيدكم بالامتحان، انه ما راح تستخدمه انت قبل الامتحان لحتى تتمرن عليه، راح تستخدمه اثناء الدراسه وانت عم تتعلم اللغه، راح يفيدك كثير. التطبيق الثاني هو دويتش فيربن. المغزى من هذا التطبيق راح يعلمك تصريف الافعال مع كل ضمير. فرضا انت بتعرف فعل اسم ياكل، بس ما بتعرف تصرفه مع كل شخص، هو، هي، هم، ما بتعرف تصرف هدول الافعال. فهذا البرنامج بهذا الشيء راح يفيدك كثير كثير، وانا استخدمته كثير عن جد وبالمدرسه وانا كنت عم بتعلم. هذا البرنامج راح يفيدك كثير. بتعرف الفعل الاساسي شو هو، فرضا اسم او مخن، بتعرف فعل مخن يفعل يعني. ما بتعرف تصريفه بس مع باقي الضمائر، تكتب على البرنامج فعل مخن، بس تكتب مخن بيطلع لك التصريف مع كل الضمائر وكل الازمنه، مضارع، ماضي، ماضي تام، راح يساعدك بكل شيء. فعلا برنامج اسطوري. والتطبيق الثالث هو، ويمكن كثير منكم بيعرفوا، هو تطبيق دولينجو. كثير ناس تستخدمه بس باللغه الالمانيه، غير لغات كمان، تعلم اللغه الانجليزيه وغيرها. ما في شيء محدد بتساعدك فيه، هي بتساعدك باللغه بشكل عام، بتصير تحفظ مفردات، تحفظ جمل، بعض القواعد، بتساعدك كثير. برنامج حلو ولطيف ومسلي بنفس الوقت يعني، فممكن تستخدموه كلعبه وبنفس الوقت تطوروا لغتكم. فكمان برنامج حلو بنصح فيه. شكرا كثير استاذ، وبهيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. بالفيديو الجاي راح احكي عن قسم ليزن وشغايبن، فاشتركوا بالقناه، حطوا لايك، لا تنسوا هذا الشيء مشان يوصلكم الاشعار. واكيد كمان مع الاستاذ حموده. بشوفكم بالفيديو الجاي. تشاو. قريبا راح ينزل فيلم حكيت عنه على الانستغرام. جماعه اليوتيوب ما لكم خبر، اللي ما متابعني على الانستغرام، في فيلم اسطوري راح ينزل، او ممكن حلقات اساويه 4-5 حلقات، وان شاء الله يعجبكم. شيء اسطوري. جهزوا، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس مشان اذا نزل يوصلكم. قريبا جدا راح ينزل، يعني ممكن الشهر الجاي يكون نازل يعني. فاذا متذكرين بالتركيا الزاويه اللي كنت اصور فيها، كان عندي زاويه هيك من هون فرضا وهيك، ما كان عندي غرفه يعني، فكنت اصور بهذيك الزاويه. اليوم وانا عم بجهز الكاميرا وبدي اصور، فتذكرت هذيك الايام كمان كانت شيء شبيه لهذا الشيء يعني. كنت هيك عندي زاويه، بس هلا عندي غرفه يعني، هلا غرفه مستقله. زبطت هالزاويه مشان تصوير، ايمت ما صار عندي تصوير بجي بصور هون. فالحمد لله الحياه ماشيه.
على فكرة أعطيكم معلومة، أنا عم شوف حالي من هون، يعني عم بتحكم بالكاميرا من هون، فشايف الكادر وكل شيء. هي الميزة أسطورية عم تساعدني كتير يعني.